اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الخير، صباح الورد، صباح يوم جديد إن شاء الله مليان تفاؤل وطاقة إيجابية. روتين جديد هعيشه معاكم. وبدأت كده اليوم بتاعنا بالقرآن علشان ربنا يرضى عنا كده ويهدينا. يا رب اهدينا جميعا واصلح حالنا، اللهم تقبل دعانا جميعا يا رب العالمين. ولو وصلت لقلبكم كده وحبيتوني الناس الجميلة اللي بتتابعني وبتحبني فضلا وليس أمرا ادعي لي دعوة حلوة كده بربنا يهديني ويصلح حالي ويصلح حالكم جميعا، وإن شاء الله ربنا يتقبل منا جميعا صالح الأعمال ويتجاوز عن سيئاتنا. النهاردة الروتين بتاعنا هننظم المشتريات وهنرتبها. والفيديو ده متصور بقاله كذا يوم كده، بس أسفة إنه اتأخر شوية على ما نزل لكم. إن شاء الله تستفيدوا كل ست بيت كده في أفكار حلوة في الفيديو بإذن الله هتعجبكم. ويلا نبدأ ونقول بسم الله. بدأت كده زي ما انتم شايفين، لو تفتكروا انا سبتكم في اخر فيديو كنت انا غسلت كل العلب بتاعه اللي بنظم فيها المشتريات. ضافة الخزين بتاعتي غسلتها كلها وكنت رصاها كده. سبتها الصراحة لتاني يوم الصبح، قلت بقى بدل ما بقعد ادوخ نفسي واقعد انشف فيها وكده، لا انا هغسلها واسيبها كده للصبح. اصحى الصبح الاقيها ناشفة زي ما انتم شفتوا كده، وشلتها زي ما انتم شايفين قدامكم. بالنسبة للناس اللي سألتني على المكرونة كايرو، انتي استخدمتيها حلوة ولا لأ؟ والله العظيم لحد دلوقتي لحد وقتنا هذا انا لسه ما استخدمتهاش، بس ان شاء الله انا هستخدمها واجربها معاكم وهقول لكم رأيي. وعايزه اقول لكم برضو ان في متابعات حلوين كده زي العسل برضو كتبيلي في الكومنتات ان هم استخدموها وعجب وحلوه، يعني هم كاتبين ان هي حلوه جدا. فان شاء الله ان شاء الله يعني انا عندي ثقه كده ان هي تبقى حلوه، شكلها باين عليها ان هي هتبقى حلوه. بدأت كده زي ما انتم شايفين بنظم كل حاجة انا جايباها. والناس طبعا اللي شافت فيديو مشتريات الشهر، والله بجد يعني في افكار فيه ان شاء الله هتفيدكم ما شاء الله. اللهم بارك اللهم بارك. الفيديو عمل مشاهدات، عجب ناس كتير ما شاء الله. يعني ربنا يعني يجعلنا دايما كده نفيد بعضنا، ويجعلنا في الخير دايما نستفيد من بعضنا. تمام. فالناس برضو اللي ممكن ترجع لمشتريات الشهر هسيبها لكم حتى دلوقتي في علامة الاي اللي هتظهر فوق. او لا بصوا هسيبها لكم في شاشة النهاية، شاشة النهاية هحط لكم الفيديو اللي فيه مشتريات الشهر عشان الناس الجديدة اللي اول مرة تدخل القناة لو عايزة تعرفي برضو بالتفصيل انا بشتري ايه كل شهر، واتكلم على كل حاجة انا بجيبها وان شاء الله تستفيدي. ولو برضو عندك رأي هيفيدني او حاجة برضو بتوفر عشان نقدر كلنا نتجاوز الفترة دي في المستوى اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، ربنا يعيننا جميعا يعني ان كلنا نستفيد من بعض. احنا اخوات. اوعي تفتكري ان انا احسن منك او في حد احسن من حد، احنا كلنا اخوات. كل الفكرة بس ان انا بقدم محتوى على قناة، بساعات بقدم فكرة انا بستفيد منها من لعل حد غيري يستفيد منها، وفي نفس الوقت انا زيكم كلنا بنستفيد من بعض وكلنا بنتعلم من بعض وكلنا اخوات. تمام. تعالوا بقى نرجع للفيديو بتاعنا. انا هنا رصيت كل حاجة اللي انا جايباها معاكم في فيديو المشتريات. وهنا البقسماط بتاعي برضو فضيته وحطيت عليه كيس فيجيتار. وحطيت عليه بقى ببهره في الوقت ده على طول فلفل وكمون، لا فلفل وملح، وهقلبه كده واحطه هو كمان علشان كل حاجة تبقى جاهزة. وعايزة اكلمكم بقى بالنسبة لضرفة الخزين بتاعتي دي. انا الصراحة في حاجات بحب فيها ان انا اجيب الشكل حلو، بيهمني الشكل عن يعني بصوا افهمكم. يعني انا مثلا في ضرفة الخزين في الوقت الحالي علب التخزين اللي هي الصغيرة كده اللي شكلها كيوتة كده ويبقى شكلها صغير وما بتاخدش مساحة خلاص. انا في الوقت اللي انا جبت فيه العلب بتاعتي دي الصراحة ما كانتش لسه التانية طلعت. فبعدها بحوالي سنة التانية بدأت تظهر وتطلع اللي هي العلب الصغيرة دي. فساعتها الصراحة ما اكدبش عليكم ما اهتمتش اغيرها ولا اي حاجة، لاني بدام عندي حاجة ممشياني وواخدة كل حاجتي ليه مش شرط كل حاجة برضو نبص فيها، لان احنا عايزين الشكل اهم حاجة. يعني نخلي الشكل ده مثلا لمفرش ركن احنا جايبينه، لسجادة فتهتم بشكلها شوية يبقى شكلها حلو. بس بالنسبة لضرفة خزين انت فكري عملي شوية اللي هي الحاجة اللي تشيل كتير معاكي. يعني انا بالنسبة لي العلب دي بتنفعني جدا جدا علشان بتاخد كمية. يعني مثلا ما شاء الله ما بحط فيها شعرية ممكن تاخد 2 كيلو شعرية، 2 كيلو مكرونة، 3 كيلو او 4 كيلو رز. فهي بتاخد معايا كمية كده وابقى انا مظبطة الدرج بتاعي زي ما انتم شايفين. ما شاء الله ممكن اقعد عليه حوالي يعني مش عارفة والله ممكن 13 15 يوم كمان. الدرج بتاعي ده مرتب كده ونضيف وكل حاجة فيه لحد ما ارجع تاني افكر اشتري حاجات جديدة وارصها في المشتريات بتاعتي. وكده بقى نبقى خلصنا الدرج بتاعنا، رصينا كل حاجة كده ونضفناها. ودخلت في الوقت دوت بقى
على الحاجات بتاعة التلاجة عشان نغسلها. تعالوا بقى نتكلم أصلًا في الفيديو ده. فاكرين بقى أنتم عارفين إن أنا كنت محتاسة أصلًا الفيديوهين اللي فاتوا، بسبب إن أنا كنت جِبت المشتريات في يوم، وتاني يوم وقفت غسلت فراخ وعملت محشي وليلة كبيرة كده، وقُلت لكم أنا طالع عيني، والله العظيم أنا كان طالع عيني بجد. عايزة أقول لكم بقى إن المشتريات دي خلّتني حاطة الشنط في التلاجة كده علشان بُصّوا أنا عايزة أوصّل لكم بس إن كلنا عادي ساعات بنكسل، وساعات بيبقى عندنا أولويات، وساعات بنركن الحاجة في التلاجة في باليومين على ما نغسلها. حطيت الشنط زي ما هي بتاعة الخضار كده، زي ما هي زي ما أنا باطلّعها قدّامكم كده مربوطة ومرصوصين على الرف في التلاجة كلّها كده، ال3 أرفف كانوا مليانين كده أكياس مرصوصين كلّهم جنب بعض. عدّى أول يوم طبعًا ما لحقتش أعملهم علشان أول يوم عملت إيه، ما جِبت كل حاجة بقى وكده وما كنتش قادرة بجد، واللي هو غسلت فيه الفراخ. تاني يوم برضه ما لحقتش بسبب إن أنا كنت باعمل محشي بقى، وأنتم عارفين المحشي حوسة وبنقعد طول النهار نعمل فيه. تمام. جيت تالت يوم بقى قُلت خلاص بقى يا أميرة، التلاجة بتشتكي برّه عمّالة تقول لي: "ينفع المنظر اللي أنتِ عاملاه فيّا ده؟" فقُلت لها: "خلاص والله يعني النهارده ناوية إيه، أفرج عنِّك." قُمت بقى شايلة كل حاجة منها وقُلت: "يالّا يا أميرة كده استعيني بالله وقولي الدعاء اللي بيقويكِ كده ويخلّيكِ دايمًا سوبرمان. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. اللهم أعني ولا تُعن عليَّ. يا رب قوّينا جميعًا وادّينا الصحة يا رب، ويعني خلّينا دايمًا كده شايفين مصلحة البيت." ووقفت زي ما أنتم شايفين كده، بدأت الأول إن أنا ضبّطت معاكم ضرفة الخزين، بعد كده قُمت رايحة جايبة الشنط من التلاجة هي كمان، وقُمت إيه بقى وقفت زي ما أنتم شايفين كده باغسل حاجة، حاجة واحطها تتصفى على الحوض. وفي الوقت ده تقولوا لي: "يا أميرة دماغِك كان فيها إيه؟" أقول لكم مش عارفة، كان عندي صداع رهيب، رهيب، رهيب يا بنات والله العظيم. مش عارفة كنت واصلة لدرجة إن أنا مش شايفة بعينيّا. فقُلت خلاص أعمل كوباية شاي كده واشربها معاكم وأنا بارُص الحاجات دي. وفي الوقت ده بقى جيت هنا عملت الصلصة برضه فضّيتها، أنا باستخدم صلصة أها حلوة أوي هتعجبكم. وكتب لي comment فضلًا بالله عليكِ، يعني اللي كتبتِ لي الcomment ده قُلتِ لي في فيديو المشتريات إن صلصة أها في الجمعيات ب8 جنيه. بالله عليكِ قولي لي فين الجمعيات دي علشان أنا باجيبها ب13 وب14 جنيه، ما تكتبوليش كومنتات وخلاص. لو قصدكم على الجمعيات اللي هي بتاعة التموين، أنا باروح أجيب التموين بتاعي من جمعية وباشتريها ساعات خارج التموين وبيدّيها لي ب13 جنيه، ولو فرضنا جبتها داخل التموين باخدها ب14 جنيه. ففين بقى الجمعية اللي أنتم بتتكلموا عنها دي؟ قولوا لي عليها بالله عليكم. لأ، لو حد يعني إيه اللي كتب لي الcomment ده بيسمع الفيديو يكتب لي، عشان ما تقعدوش تقولوا لي كلام يجنني، اللي هو يعني أنتم بتجيبوا الأسعار دي منين؟ إحنا في الكوكب ده فين بالضبط اللي أنتم بتتكلموا على الأسعار بتاعته؟ أصلًا لسه في حاجة في الوقت الحالي ب8 جنيه، ده أرضى نوع صلصة بيبقى معدّي ال11 جنيه دلوقتي، اللي هو أرضى نوع. فخلّينا بقى نرجع للفيديو بتاعنا، بس فضلًا برضه اللي زي ما باقول لكم اللي كتب لي الcomment لو سامعني يرُد عليَّ ويكتب لي، يقول لي إيه الجمعية دي، يعني فين الجمعية دي ألاقيها فين؟ تاني حاجة بقى بعد كده الليمون، أنتم شفتوني باحفظه بالطريقة اللي عملتها قدّامكم كده، بالِفّه في الأوراق الصغيّرة دي اللي أنا باجيبها، والأوراق دي أنا باجيبها مشتريات من ضمن المشتريات الشهرية، اسمه ورق مناشف، بانشّف عليه كل حاجة، كل حاجة ليها علاقة بالزيوت باستخدمه في الليمون، باحفظ فيه الليمون زي ما أنتم شايفين كده. الليمون بيتحفظ بالضبط فوق ال35 يوم. يعني أنا أصلًا وأنا باجيب العلبة دي من التلاجة كان الليمون اللي فيها بقى له حوالي 40 يوم، وما شاء الله اللهم بارك ما فيش ولا ليمونة بايظة. تمام. فأنا زي ما أنتم شفتوني كده. أهم حاجة عشان الليمون دوّة يعيش معاكِ الشهر وفوق الشهر، لازم تحطي ورقة مناديل على الوش، عمّالة أأكد عليكِ أهو، علشان تمتص قطرات المَيّة اللي بتنزل في العلبة، فالليمون يحتفظ بإن هو يبقى طازة كده فوق الشهر. بالنسبة إن أنتِ الناس اللي بتقولوا إن أنا فرّزته في الفريزر، أنا يا جماعة واحدة من الناس فرّزته في الفريزر، وِحِش جدًا، جدًا. بتطلّعي الليمونة كده تيجي تقطعيها طرية أوي ووحشة خالص. كل استخدامي ليها لمّا فرّزته في الفريزر إن أنا حطيته في الميكروويف مثلًا وأنا بانضّفه، إن تغسلي بيه فراخ، بس إن أنتِ تستخدميه حاجة طازة كده سيء جدًا، جدًا، جدًا. فمن ساعتها الصراحة الكلام ده من سنة فاتت، من ساعتها وأنا اتعودت خلاص، أنا باخزّن الليمون في تلاجتي بالشهر وال40 يوم، خلاص أنا مش محتاجة حاجة تاني، حتى لو غالي، ما هو كده، كده بيقعد عندي في التلاجة فترة كبيرة. وضبّطت الزبدة معاكم بقى، والبيض بتاعي برضه رصيته، ودخلت بقى على المشتريات دي. بالنسبة بقى للمشتريات دي أنا ما جبتهاش معاكم بقى في فيديو المشتريات، ما كنتش جبتها. جيت بقى اللهم صل على النبي، استنوا بس نصلّي على النبي كده عشان أفتكر الكلام، عشان أنا بانسى أصلًا، عندي مشكلة إن أنا بانسى أصلًا أنا عملت إيه.
استنوا، أنا اشتريت الحاجات دي بقى، نزلت اشتريتها برضه، قُلت إيه علشان ولادي بقى والمدرسة وأسبوع دراسة والكلام دوّة، تبقى موجودة برضه في التلاجة. وقُمت بقى إيه، قُلت أفضّيها هي كمان كده. أنا بنحب رودس بطعم الشيدر جدًا، حلوة أوي بطعم الشيدر، جرّبوها هتعجبكم جدًا. وجِبت دومتي بلس، باجيب ساعات فيتا وقُلت أغيّر المرّة دي أجيبها دومتي بلس. وجِبت لانشون، وجِبت جبنة رومي، وجِبت برطمان المربى اللي أنتم شايفينه ده. بس، وهنا بقى بارُص الحاجات بتاعتي، أنا ما اعرفش أحُط حاجة في التلاجة بالذات الجبن بالذات من غير ما أقعد أرصّها كده. لازم كل حاجة كده في علبة، لازم ولادِك ييجوا يفتحوا التلاجة مثلًا يلاقوا العلبة بيشيلوها، يعملوا الساندوتش بتاعهم يرجعوه تاني. وبالنسبة بقى للانشون والجبنة الرومي، أنا باحفظه بطريقة معيّنة. هتحفظيه يوم، هتحفظيه 2، هتحفظيه 10 على حسب استهلاكِك وعلى حسب أفراد الأسرة عندِك واستخدامِك للحاجة. باحفظه بالطريقة اللي أنتم شايفينها دي. لازم أقطّع كده مناديل، باقص المنديل مثلًا 2، أحط في أول العلبة من تحت قطعة منديل، وباحط ما بين طبقات يعني إيه، أحط حبة مثلًا لانشون زي ما أنتم شايفين كده، وأقوم حاطة طبقة مناديل. بتعملي ليه الخطوة دي يا أميرة؟ أولًا ما بتخلّيش اللانشون ريحته تبقى وحشة، عشان أنتم عارفين إن أكتر حاجة ريحتها بتغيّر على طول بعد يوم أو 2 في التلاجة اللانشون. تاني حاجة ما بتخلّيهوش من التلاجة يلزق في بعضه، فتيجي تطلّعي علشان تعملي الساندوتش تلاقيه لزق في بعضه، ويبقى بقى إيه، تيجي تشديه من بعضه يتقطّع منِّك. وبالذات الخطوة دي حلوة جدًا، جدًا في الجبنة الرومي بالذات، علشان الجبنة الرومي أكتر حاجة بتمسك في بعضها، فنيجي نعمل الساندوتش تقعد تتقطّع وما تبقاش مبروكة الحاجة الصراحة. فأنا باحفظه بالطريقة اللي أنتم شايفينها دي، باقطّع حاجتي جاهزة واحط شرايح مناديل، واحط برضه منديل من على الوش كده، علشان يحافظ على طراوة الحاجة، يحافظ على طراوة الجبنة واللانشون كده ما ينشفوش من التلاجة. وكده خلّصت برضه الحاجات بتاعتي دي وهاشيلها في التلاجة. وزي ما قُلت لكم برضه لو حد عنده معلومة أو أي حاجة أو أي استفادة في الجزء ده برضه يكتب لي بتحفظوا الجبن بتاعتكم إزاي. في آخر اليوم خالص بقى بالليل كنت عاملة لهم بليلة. قُلت لهم خلاص بقى بما إني جايبة أصلًا كنت جايبة معاكم بليلة في المشتريات هُم كان نِفْسهم فيها، فقُمت مسوياها كده وبعد أمّا استوت سِبت فيها شوية يعني إيه صوص صغيّرين مَيّة كده، وحطيت بقى السكر وزوّدت اللبن بتاعي وصبّيت بقى المجّات. أنا على فكرة البليلة بناكلها في مجّات كبيرة مش في أطباق، يعني باقعد بُصّوا أفضل. يعني أنتِ مثلًا لو معاكِ أطفال أو أولاد هيبقى كل واحد ماسك المَج بتاعه في إيده كده زي ما هتشوفوني دلوقتي أفضل، ما يوقّعش حاجة، يبقى متحكّم في الحاجة اللي بياكلها. بالنسبة لي ده أفضل بكتير. وكده يعتبر يعني إيه اليوم بتاعي معاكم خلص النهارده. إن شاء الله، إن شاء الله هاجي لكم في فيديو تاني على طول بإذن الله بكرة أو بعده. استنوني وما تنسونيش بقى بالله عليكم باللايك والكومنت اللي بيجبر خاطري ويسعدني ويدخّل السرور لقلبي، هو ده أكتر حاجة بتفرحني. وشكرًا بجد على متابعتكم ليّا. باي باي.